عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. النهاردة هعمل حمام. ماشي، رحت الشغل وجيت وانا جاية لقيت الحمام بتاعنا اخيرا مطلع. قبل ما اطلع كنت عارفة ان هو مطلع يعني فردتين بيقولوا عليه جوز. رحت انا جبت عليه 3 فردات تاني. ماشي، اهو الحمام بتاعنا. مش عارفة هيبانوا ولا ايه. طبعا انا ما بنضفوش في الرياشة، ما بحبش الطريقة دي، فهنتشاهد عليه بإذن الله، يعني نكبر وننضفه وهرجع أعمل معاكم الحمام، لأن أنا بعمله بحشوة مختلفة. يعني في حد بيحمر البصل ومش عارفة إيه، بس أنا بحس محمر البصل وأنزل عليه كأني بعمل رز صيادية بتاع السمك. لا، أنا هعمله بطريقة حلوة وسهلة، ولو جربتوها هتعجبكم أوي أوي أوي، أنا متأكدة. يلا هستناكم تتفرجوا معايا على الفيديو وتدعموني بالاشتراك واللي تقدروا تعملوه اعملوه. يلا. اخيرا رجعت تاني، خلصت التنظيف بتاع الحمام، وطبعا اخدت الحمام بعد ما، لان كانت هدومي اتغرقت دم، ونظفت الحمام اهو. تمام. وهبدأ اعمل الخلطة بتاعته، الحشوة بتاعته. اولا دي عندي دي فاصوليا سلقاها. الفاصوليا عشان تخليها مستوية كويس ومش متكسرة، اديها غلوة لما تفور. ماشي، واطفي عنها وسيبيها في المية السخنة، هتلاقيها استوت. بصوا، هتلاقيها استوت من غير ما تتكسر نصين، تبقى جميلة جدا والله. ماشي، عشان هعمل فاصوليا برضو، لان انا لما بطبخ بقوم اطبخ بالمرة، اقول ليه يعني يقعدني يومين 3. فهعمل فاصوليا وهشيلها، بس هعمل مكرونة مع الحمام، بس كده كده واقفة قدام البوتاجاز، فيلا بالمرة. وهيبقى عندي شوربة، بس انا عندي شوربة لحمة مش شوربة حمام. شوربة الحمام ما بستخدمهاش خالص 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 خالص، يعني كل واحد حر. لكن باخد الكبد والقوانص بتاعتها في طبق صغير فيه شوربة كده لأمي. يعني انا امي بتحب تاكلهم مسلوقين، مش بعملهم مع الخلطة. ما ترغيش يا انتصار واختصري. حاضر. وعندي البصل بتاعي. بصوا، البصل بدأ يفوش، وده اللي بلاقيه، يعني البصلايه تبقى قد كده الاقي دي منها، لان خلاص هنشتري البصل الجديد، بس هيكفوني. ماشي، يلا نسمي الله. يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. حبيبي يا رسول الله. عشان عينيكي ما تحرقكيش من البصل وانتي بتخرطيه، خرطيه وهي النار شغاله كده عليه، ولسه السمنه ما داحتش، فما تخافيش، مش هيحرق ايدك ولا حاجه، لا هتدمعي ولا اي حاجه. تقولي يا انتصار احنا عارفين، هقول لكم اعمل ايه، بحكي معاكم وخلاص. واحلى حاجه كمان والله العظيم يا اخواتي، ان انتوا قطعي البصل بايديكي، ما تضربيهوش في الكبه. عشان ما اطولش عليكم. وبعد كده بجيب ميه سخنه. دي الطريقه اللي انا بقول لكم عليها، اللي طريقتي انا في الحشوه. بعمل دي وبعمل دي، بس اكتر حاجه بحبها الطريقه دي. وبصوا البصله لازم تبقى صفرة حلوه ازاي، ما تبقاش مسوده كده. بحط الميه، الرز في الميه 3 دقايق بس، يعني ايه، يغير لونه في الميه، ربع سلقه كده. مش عارفه، حاسه البتاع ده شويه.
الرز شوية، هجيب شوية كمان. بس جبت بقى جبت شوية رز وحطيتهم تاني عشان الرز ده هيبقى قليل. مالي انا القصير ولا ايه؟ ماشي. وغطيته 3 دقايق يقلب بس قلبه كده، واغسليه بالمية. ايوه اغسليه تحت المية ينزل النشا بتاعه. ونرجع نحمر البصلة دي كويس، ونفضل نقلب فيها وبعدين نروح نجيب ايه، بصلاية كده نية بفلفل اسود، نبشرها وندعكها كويس جدا جدا، ونروح نحطها بقى عليه. تاخدي طعامة حشوة جميلة جميلة جميلة، جربيها. هي بس كده خلاص، يعني يغلي بس. دي بصلاية يعني، مش بصلاية بصلاية في الرز. يعني كم اللي هي عقب البصلة الأخيرة ده حطيته برضو مع الرز، يعني خسارة كله ينفع. بصوا كده خلاص اتحمرت البصلة كده اللون ده. هنزل بالرز. وادي البصلاية اللي بقول لكم عليها بالفلفل الأسود. وندي تقليبة بقى. هتقولي لي مش هيبقى لونها بني؟ لا هيبقى لونها بني جميل, جميل جدا. ده انا لسه عندي كمان سمنة بلدي، هروح ايه مديها نقطة سمنة بلدي كده. لو ان انا ماليش في السمنة البلدي اوي، بس انا هعملها عشان امي. نعلي بقى النار. نجيب بقى كزبرة اللي عندك حطيه، كمون، ملح، حبة فلفل اسود تاني كمان ما يضرش. بستخدم ايدي، ده احلى حاجة. كل ما تستخدمي ايدك في الاكل اقسم بالله العلي العظيم الاكل بيطلع حلو جدا. ادي الحب يعني. بصي انت لما تيجي تعملي كده تحسي ان انت ايه، حتى تخمسي في وش العدو. وانا بقول لكم لا زلت لحد الان انا التوابل بتاعتي ملح وفلفل وكمون، انما بابريكا وجوز الطيب وجوز مش عارفه ايه اللي مش طيب والحاجات دي وحبهان. حتى الحبهان نادر لما استخدمه، الحبهان في الكوارع والكرشه بس. عشان ما اطولش عليه. بصوا ده البصل بتاع الايه، الشوربه اللي هعملها. الميه اللي هسلق فيها الحمام، ما أنا مش عارفه اجمع عليه. تمام. بحط بصوا فلفل اسود، انا بدقه البصل، انا بدقه والله العظيم بيبقى جميل. جربوه يا جماعه والله جربوه. بدق البصل مع كمون وكزبره وفلفل اسود وقرن فلفل صغير كده اهو، يكون حراق يا ريت. لو مش حراق برضه مفيش مشكله. وبدقه لما يبقى زي الميه، ناعم زي الميه، والميه وهي بتغلي وبتفور بروح حطها فيه. صلي على النبي عشان نكسب الصلاة على النبي كمان مرة. حطيت الرز في الصينية علشان خاطر ايه يتهوى يبرد وايه، واحشي الحمام. وده الحمام. وانا ليا برضو طريقة، ما اعرفش اذا كنتوا بتعملوا كده. في ناس تحشي الحمام من فوق، لا انا بحشيه من تحت. هوريكم ازاي يعني مؤاخذة. بس اهم حاجة بس يبرد سنة عشان ما يلسعنيش في ايدي. بص اوريكم حاجة جميلة يا ولاد. ده جراب التليفون بتاعي تمام، عشان بصور. حاطه دي رسمها لي هاني ابني، قلب. بصوا وبيضحك.
بقالها معايا لو اقول لكم اكتر من 6 شهور. لما انا كنت نايمه وصحيت من النوم فلقيته، بصي يا ماما انا عملت ايه، قلت له الله طب يلا ايه، قال لي استني لا انا الله هقصها. فحتى هو قصها، بصي مش مظبوطه كويس ازاي، بس بصي قال لي اوعي ترميها، قلت له لا يا عمري. ومن ساعتها وانا حطاها في جراب التليفون كده اهو، واحط التليفون فيها. ان شاء الله ربنا يقدرني وتفضل كده لما يكبر واوريها له. بصوا بقى، بروح انا بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على النبي الاول عشان نكسب الصلاه على النبي، نشهد ان لا اله الا الله، نشهد ان سيدنا محمد رسول الله. هو المفروض ان انا احط من جوه فلفل اسود بملح، بس الفلفل الاسود هيبقى اوفر قوي، هي ده فيه فلفل اسود عشان خاطر بس امي ما تتضايقش من الاكل. بصوا بعمل كده وبزق بايدي، بصوا بتطلع ازاي من الناحيه التانية. بصوا هوريكم بحشيها ازاي. حاطه كاتل يغلي هنا عشان خاطر الميه تغلي بسرعه ما تخلصش الانبوبه على الفاضي. بصوا اهو بدأ يعمل ازاي، يحشيها ازاي، يسهر كمان. اهو بصوا، طبعا الرز دوت اصلا يعني يعتبر ايه، هيكمل تسويه، فما تكبسيش قوي عشان ما يفرقعش منك. هي كده كده من هتيجي تسوي الرز ده هينفش، هتلاقيها مليانه كده وايه وتمام ومية مية كده اهو. انا ما بحبش اكبس الحمام رز قوي. هي حمام ليه ادي لها فوق طاقتها عشان تبان انها كبيره؟ لا هي حمام صغيره خلاص تاخد على قدها. ليه هي صغنونه الحمام، هو ربنا خلقها كده نكبرها بالعافيه. نجيب القلب بقى حاطينه كده عشان يسد الايه الشاهد على حاجه. وبس ادي حمام صغنونه وجميله، بس هتكبر في السليم عشان ما اطولش عليكم. اهي بعد ما دقتها التومه البصل. والكبد والقوانص. ماما بتحمر الحمام، خلصنا.